تعالى ما احكي لكم قصه كده في عجاله عن البنوته بتاعه اللي بالاستغفار ربنا رزقها مال ورزقها زواجه. مش عايزه اقول لكم عامله ازاي، انا عايزه احكي لكم بس على البنوته دي الاول. البنت يعني عندها تقريبا 8 أو 9 اخوات انا مش فاكره، لكن حالتهم الماديه صعبه جدا، وكانت يعني تروح تشتغل هنا وتروح مش عارفه في محل تعمل ايه، واللي عايز يودي مش عارفه حاجه للمكوى تقول له انا اودي لك المكوى للمكوى واجيبها لك، مش عارفه ادوني 5 جنيه طب 3. يعني كانت بتسعى بكل انواع السعي انها ما فيش، واخواتها نفس الكلام شغاله على نفسها، ودخلت مش عارفه ايه اللي هو التعليم المتوسط بس جابت مجموع واجتهدت تروح للمدرس ده انا ممكن احضر معاك المراجعه بس مش هقدر ادفع انا يعني لو تسمح، وكان المدرسين يسمحوا لها لحد ما دخلت الكليه واشتغلت على نفسها. بتقول اول ما سمعت موضوع الاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. اللي يلزم الاستغفار. فبتقول بقت كل خطوه بتخطوها جوه البيت بره البيت، ما بتركبش طبعا عشان مفيش فلوس للركاب الاتوبيس ولا الدلم ولا المشاريع ولا الحاجات دي. فكانت بكل خطوه بتخطوها تستغفر الله عز وجل. بتقول لي كنت ممكن اجيب مثلا 5000 استغفار في اليوم او حاجه. بتقسم بالله ما عدى فترة وجيزة قصيرة إلا لقت إن لسانها لما بتقف عن الاستغفار لسانها بيتحرك لوحده، وطول ما بتستغفر بتقول انشراح في صدرها غير عادي وغير طبيعي، ودايما حاسة إن في حاجة حلوة جاية. ومرة من المرات يعني راحت عند حد يعني واحدة خياطة مش عارفة بتجيب من عندها ايه وكذا وكذا، قالت لها انا واحدة صاحبتي وبتاع ومش عارفة ايه وعايزاك تودي لها الحاجة. اتاري كان العريس هناك وحد كويس ومحترم، مكانة اجتماعية مكانة مادية الكلام ده. خدها كده بشنطة هدومها وبشنطة حالها، وهي كمان سبحانك يا رب يعني بقت تساعده في شغله، فبقى لها جزء، فعملوا شركة مشتركة النص بالنص. بتقولك دلوقتي في السوق يعني اللي مطروح في السوق بضاعة بس معدية 3 مليون بالاستغفار والصدقة طبعا والصلاة على الرسول عليه السلام. لكن أنا أذكر تماما وهي بنت وهي بتقول القصة دي، الله عز وجل يا بنتي. وطبعا الصلاة على الرسول عليه السلام، الصلاة على الرسول قضاء الحوائج على طول على طول. يكفى همك، عندي هم عايزة عريس هيكفى ويغفر ذنبك. أقول لك كمان حاجة جميلة تعمليها عشان ربنا يقضي حاجتك، اقضي حوائج الناس. شوفي حد محتاج حاجة تساعديه. كمان حاجة جميلة، اتقي الله في حياتك. من يتقي الله يجعل له ايه؟ مخرجا وايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا عادة بنتوقع الرزق من حيث نحتسب، لكن لا، ده من حيث لا يحتسب. ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. واسمعي بقى الآية الجميلة اللي اختم لك بيها دي، ايه؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فاكرين قصة البنوتة اللي انتشرت على الفيس وكانت بتقول ان يعني جالها كان سنها متأخر والكلام ده، وبعدين جالها عريس كويس فخلاص طلب البطاقة بتاعتها علشان يشوف في سنها كام وعشان يكتبوا بقى الورق بتاع ايه، خلاص كتب الكتاب. لقت امها ام العريس حماتها بتتصل بيها وبتقول لها انا عايزاكي تقابلين. فقالت لها ماشي اقابلك. فراحت تقابلها، قالت لها هو دوت معاه صورة البطاقة، هو ده سنك الحات؟ لا كده انت خلاص عندك 40 سنه ومش هتخلفي وبتاع. قالت لا ايوه انا لسه ما كملتش، انا عندي 38 سنه ما كملتش ال 40 وكده. قالت لها لا انا عايزه افرح بعيال ابني وبتاع وكده، وفسخوا الخطوبه. بتقول يعني برغم انها كانت بتشتغل وناجحه ومحترمه وخلوقه وكويسه، بتقول انهارت. القصه كانت مشهوره موجوده على الفيس تقريبا من سنه تقريبا، وفضلت تبكي لدرجه كده لحد اما ايه يعني فاقت وكده واحتسبت عند الله الامر ده. كان لها واحده صاحبتها جايه بقالها كتير بره مصر وجايه وقالت لها تستقبلها، فاستقبلتها في المطار وخدت منها شنطها وساعدتها ومش عارفه ايه والكلام ده. صاحبتها تاني يوم بتتصل عليها قالت لها زوجي كان جاي معايا وكده، فصاحبه شافك، كان جاي معانا من البلد اللي هي اللي كانوا البلد خليجيه يعني، وشافك وكده وعايز يتقدم لي. قالت لها انا سني كده. قالت لها قلنا له عنك كل حاجه وهو اما شافك الراجل خلاص. بعد ما تزوجها فقعدت بتقول لك 6 شهور او سنه تقريبا من غير خلفه، فافتكر الكلام مين؟ ام خطيبها الاولاني، انت خلاص كده مش هتخلفي، وقعدت تعيط. قامت بسوره البقره الليله دي تدعو الله سبحانه وتعالى
وبعدين راح بقى قالت تاخد بالاسباب وتكشف عند دكتوره نساء، فدكتوره النساء قالت لها مفيش داعي تاخدي علاج والكلام ده، انت حامل. بعد 4 شهور قالوا لها انت حامل في توأم، طلع 3 توائم، ولدين وبنت. يعني اللي بتقعد 13 سنين عشان 2 4 6، قولي مثلا سنه بتاع 9 سنين 10 سنين، يعني اللي اتجوزت وعندها 30 سنه هي جابتهم عندها 40 سنه. الله عز وجل ايه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا تزعلي ولا تحزني، وادعي ربنا وخدي بالاسباب، وعيدوا الحلقه دي مره واثنين وثلاثه عشان الحلقه دي مهمه. جاوبت على 4 اسئله ان شاء الله، لو ظهرت لنا في بتاع حوالي 3 كمان بس ناخدهم في حلقات تانية. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يزوج بنات المسلمين، اللهم امين. اللهم زوج بنات المسلمين يا رب، اللهم عفهم، اللهم يا رب كملهم يعني بلباس الستر والتقوى والعفاف والهدى والتقى والعفاف والغنى، ويجي لك بقى الرومانسي، القرآن الرباني، التقي النقي الغني ذو العربية، كل حاجة. أهم حاجة نرضي ربنا يا جماعة، ما نعملش الحاجة بالمعصية أبدا.